يا زفت، مش قلتلك قوم؟ ما خلاص قلتلك هقوم. مفيش قلتلك لما اقول قوم يعني تقوم على طول. انت ما عندكش دم ولا احساس؟ هتفضل كده طول عمرك مو بتفهم اي حاجة. انا اللي ما بهمش ولا انت اللي مش فاهمة حاجة خالص؟ مالكيش دعوة بيا، خليكي في حالك. طب والله لاجيب الحزام واقطعه عليك. طب وريني كده، على اساس يعني اني هسيبك تضربيني؟ انت ست مستفزة وانا زهقت منك. معقول ابني بهدلني كده؟ هو ده اللي استاهله بعد كل اللي عملته عشانه؟ انا معرفتش اربي، انا معرفتش اربي. يا ترى امتى لاحظتي ان ابنك بقى يرد عليكي؟ امتى صوته بدأ يعلى في وشك وانتي مش مستوعبة هو ازاي اتغير؟ هو فعلا اتغير؟ ولا يمكن من غير ما تحسي انت اللي سمحتي للحاجز بينكم يتكسر؟ اسمعيني للنهاية، الكلام اللي هقولهولك ممكن يغير حاجات كتير. ايه اللي بيجرأ ابنك عليكي؟ صدقيني مش هو السبب. اللي بيجرأه انك تدخلي معاه في خناقة. انت الام وهو ابنك، ما ينفعش تسمحي لنفسك انك تتواجهي معاه بندية. كنتوا بتتناقشوا عادي، شد معاكي شوية، صوتك عالي فهو كمان صوته عالي من غير ما يقصد. اللحظة اللي الصوت فيها يعلى لازم توقفي المناقشة فوراً. لكن لو كملتي وفضلتي تزعقي، تهددي، تشتمي وتفضلي تضغطي عليه، تتوقعي ايه؟ خصوصاً لو ابنك في سن كبير شوية، 10 سنين، 11 أو حتى 16. هو مش حجر، مش هيسمع وينفذ وخلاص. هو إنسان بيتأثر ومخه بيدي رد فعل طبيعي. لما حد بيهاجمني جسمي بيدخل في حالة دفاع وبيجهز للهجوم. انت كده بتدفعيه انه يغلط، وفي لحظة غضب ممكن يقول كلام ما ينفعش يتقال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعينوا أولادكم على البر، ومن شاء أن يخرج العقوق من ولده فليسئ إليه. ما تستفزوش ولادكم وتستنوا منهم يكونوا برين بيكم. عارفة ايه اللي حصل؟ الحاجز اتكسر خلاص. بقى الصوت العالي وعدم الاحترام ده طبيعي في بيتنا، اتقال قبل كده واتعودنا عليه. الأم والأب فقدوا احترامهم وهيبتهم، خصوصا لو مفيش عقاب ولا حساب ولا وقفة. وكمان لو الموقف ده بيتكرر كل يوم، خناقة علشان واجب، علشان موبايل، علشان نوم، وطول ما المواقف دي بتتكرر الحواجز بتتكسر واحدة ورا التانية. دي سنة الحياة، كل مرة خناقة تكبر والفجوة بينكم بتكبر. زي الأزواج في المشاكل اللي في الأول تبدأ بصوت عالي، بعدين شتيمة، بعدين مد إيد. محدش بيتحكم في نفسه ساعتها. ما تدفعيش ابنك للعقوق وبعدين تلومي عليه. طيب تعملي إيه لو صوتك انت عالي وهو كمان صوته عالي؟ انهيلي المناقشة فوراً وقوليله بهدوء: أنا مش هتكلم معاك وانت بتكلمني بالطريقة دي، هكلمك لما تعرف انك بتكلم أمك وتكلمني باحترام. وتسيب المكان وتمشي فوراً. انت محتاجة وقت تهدى وهو كمان، علشان ما يحصلش حاجة تندمي عليها، لا انت ولا هو. كل مرة هتعملي كده هتبقي انت متسيدة الموقف وزمام الأمور في ايدك، وكرامتك واحترامك محفوظين. ومرة على مرة هيتعود ان قلة الاحترام والصوت العالي مش هيأثروا عليكي ولا هيجيبوا نتيجة، والاحترام بس هو اللي هيخليه يقدر يتكلم معاكي وتسمعيه. لو الكلام ده فرق معاكي سيبي تعليق حتى لو بكلمة واحدة، هتفرق معانا كتير. وشاركي الفيديو مع أي أم بتحبيها، يمكن يكون سبب إن بيت يتصلح. وأشوفكم في فيديو جديد وحكاية جديد.